السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ دوت طبق فول ابيض. انا كنت عملت فول ابيض من يومين في الفطار، ففي ناس كتير طلبت مني طريقة الفول الابيض. الفول الابيض ده يا جماعة موفر للوقت وموفر للمجهود وموفر للي عنده انابيب. الفول الابيض سهل جدا، ما بياخدش اكتر من ساعتين، ولو الفول ده منقوع بياخد حوالي نص ساعة بس على البوتاجاز. الفول الابيض دوت ما فيهوش اي ضرر للي عنده القولون، لان طبعا ما فيهوش اي قشور. بيتاكل بسهوله جدا وبيتهضم بسهوله. اللي حابب يعرف طريقه الفول الابيض زي ما احنا عملناه يكمل الفيديو للاخر، وان شاء الله هيعجبكم. استنونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم حلقة الفول المدشوش او المجروش اللي انا كنت عملته من يومين، وطلبتوا مني ان انا انزل حلقة الفول دي يا جماعة. تمام كده؟ بصوا بقى، اول حاجة معانا علشان ما اطولش عليكم والفيديو ما يكونش طويل ان شاء الله، معانا نص كيلو فول مدشوش زي ما انتوا شايفينه كده او مجروش. تمام، بصوا انا غسلاه طبعا مظبطاه، بيتغسل زي الرز بالظبط. بتنقوا الحاجات اللي فيه، لو فيه قشور ولا اي حاجه بتنقوها وبتغسلوه كويس. تمام كده؟ معايا اقل من نص كيلو. ومعايا بصلايه مبشوره، ومعايا 4 أو 5 فصوص توم. انا قطعت منه شويه وسبت فصين علشان يظهروا من الطبق بس، فحبيت اعرفكم ان معايا 5 فصوص توم وبصلايه مبشوره وطماطمايه زي ما انتوا شايفين كده، مقطعاها مربعات كبيره. تمام، مفيش اي مشكله يعني. ومعانا الحله بتاعتنا اللي احنا هنحط فيها الفول دلوقتي قدامكم. ودلوقتي بصوا، حطينا الفول في الحله كده زي ما انتوا شايفينه، ودلوقتي هنحط عليه الطماطم، وهنحط البصل والثوم اللي انا مقطعاه، وهقطع برده فصين الثوم اللي انا سبتهم عشان اوريكم برده شكله قبل ما اقطعه يعني. وزي ما انتوا شايفين كده حطينا كل حاجه، الطماطم والثوم والبصل والفول مع بعضه. وطبعا انا غاليه ميه في كنكه معايا اهي، دلوقتي هكبها عليهم. لازم تغلوا الميه يا جماعه قبل ما تحطوها عليه. تمام، وهنغطي الفول كويس، يعني هنغطي الفول كويس بالميه كده علشان تكون كميه وفيره من الميه. وهنسيب الفول حوالي ساعه ونص لساعتين. انا هقول لكم الوقت برده بعد ما اطفي عليه، وهوريكم في نص المرحله. اهم حاجه ان الميه تكون كتيره عليه علشان هيتشرب الميه بتاعت الميه اللي محطوطه عليه يعني، وهيتقل كده وهيبقى كثيف ان شاء الله. والطماطم دي هتتهري والثوم هيتهري والبصل هيتهري، ما تقلقوش من اي حاجه. بس كده هنسيبه. اول ما يبدا يغلي هنبدا نوطي عليه قدامكم برده. بصوا يا حبايب قلبي، طبعا دوت شكل الفول وهو بيغلي. انا مرضتش اوطي عليه النار الا لما انتوا تشوفوه برده معايا. تمام، بصوا ادي الطماطم والفول والبصل ده كله هيتهري خالص، ما تقلقوش من اي حاجه. طبعا لو احتاج ميه برده بنزوده، لو ما احتاجش خلاص. اهم حاجه ان احنا نخلي بالنا في الساعه ونص او الساعتين اللي احنا هنسيب الفول فيه. تمام كده؟ ولا بنحط ملح ولا زيت ولا اي حاجه من الحاجات دي. بعد الفول ما بيستوي بنحط ونظبط الطبق بتاعنا زي ما هتشوفوه ان شاء الله. دلوقتي هوطي عليه النار واسيبه حوالي ساعه، وبعد كده ابص عليه لو احتاج ميه هزوده. تمام، لو ما احتاجش يبقى خلاص. وبعد كده هوريكم ان شاء الله في نص المرحله انا هيكون شكل الفول عامل ازاي ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني بعد، بصوا يا حبايب قلبي، ساعه بالظبط. بصوا شكل الفول، طبعا انا زودته ميه مغليه علشان يفضل فاير كده على طول، وده انه بيغلي في الوقت زي ما هو. تمام، بصوا ده شكل الفول بعد مرور ساعه. لا لسه قدامنا كمان ساعه، وان شاء الله بعد ما يستوي هوريه لكم اول ما اجي اطفي عليه ان شاء الله. خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني بعد، بصوا حوالي ساعه كمان. انا وريتكم بعد الساعه الاولى، ودي الساعه التانية. بصوا شكل الفول عامل ازاي، اتهرس لوحده، ولا محتاج خلاط ولا محتاج اي حاجه، ولا بيبان فيه توم ولا بصل ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده ناعم خالص معانا. كل اللي هنحتاجه دلوقتي هنشيله نحطه على الرخامه ونظبط طبق عشان نوريه لحضراتكم ان شاء الله. ودلوقتي بصوا الطبق دوت فيه شويه ملح على شويه كمون. ما نحطش فلفل اسود على الفول دوت. ليه؟ لان بيسمروا كده وبيخليه شكله وحش. ومعانا طرنشات من الفلفل او اللي انتوا تحبوا تزينوا بالطبق. ومعانا طبق فاضي زي ما انتوا شايفين كده علشان نغرف فيه الفول قدامكم ان شاء الله. الفول ده يا جماعه مش محتاج اي حاجه ولا خلاط ولا حاجه، بس اللي يحب يفرمه ونعمه كمان في الخلاط مفيش مشكله. وبصوا بقى دلوقتي بنغرف الفول زي ما انتوا شايفين كده، وهنرش عليه شويه ملح وشويه كمون. معلش بنجيب معلقه بس ونقلب كده الفول ونظبط الملح بتاعه. طبعا الفول يا جماعه كده اتظبط معانا والملح بتاعه اتظبط حلو كده. الفول ده يا جماعه اللي ما بيحبش يعني، اللي عاوز ما يخليه ما ياخدش نار كتير على البوتاجاز، ينقعه قبلها بليله علشان يخمر معانا.
تمام. اللي عاوز يعني مثلا اللي ما عندوش وقت في السحور او في الفطار وعاوز يعمله على طول ما فيش مشكله، هو هياخد بس حوالي ايه ساعتين بالكتير قوي معانا ان شاء الله، هيبقى دايب وزي الفل. تمام كده. اول حاجه دلوقتي بقى هنحط الزيت، وبعد ما حطينا الزيت كده زي ما انتم شايفين، اللي يحب يدوبه في الفول يدوبه، اللي ما يحبش خلاص. هنحط بقى ايه نزين كده الوش الفول باي حاجه. انا هحط فلفل احمر وبس كده. وهو ده كان طبق الفول بتاعنا النهارده، الفول الجميل بتاعنا اللي هو ينفع للسحور. طبعا زي ما انتم عارفين السحور ما يحلاش غير بالفول. تمام كده. والفطار والعشاء يا جماعه وفي اي وقت. واحيانا الناس برضو انا احيانا باكله في الغدا مع بطاطس وبيض، اكله شعبيه. الفول دوت موفر للوقت كتير جدا، موفر للي عنده انابيب اللي هو بيستخدموا الانبوبه على البوتاجاز، موفر جدا واحسن واطعم من الفول التاني، ما بيتعبش القولون لان ما فيهوش قشور يا جماعه. فالفول دوت ليه مميزات كتير، جربوه وان شاء الله هيعجبكم. اذا عجبتكم الفكره ما تنسوناش باللايك يا جماعه، بالله عليكم ما تنسوناش باللايك علشان الفيديو ياخد حقه. مع الف سلامه.